لك قلتوا لي بتحبوا أهل فلسطين ما هيك؟ وبتحبوا أهل غزة. كذابين، منافقين. كلامي موجه للي عندهم القضايا والمبادئ والإنسانية بتتجزأ لأقسام. يعني يلي بيتضامنوا مع غزة وفلسطين وما بيتضامنوا مع أهل سوريا، ما بيتضامنوا مع أدلب والغوطة. والكلام خصيصا للمؤثرين السوريين والممثلين وغيرهم مثل فايا يونان. فايا يونان أخذت صورة من الغوطة، الصورة عمرها عدة سنوات، ونشرتها على أنها في غزة. يوم نشرنا الصورة على أنها في الغوطة ما شافتها، أما اليوم شافتها متداولة فكرتها بغزة، طلعت أنه ليكن إحنا متضامنين، وهي نفسها واقفة مع المجرم بشار الأسد، لأنه مصالحها مرتبطة مع مصالحه ووجودها مع وجوده وهيك. وأنا متأكد مثلها ومثل غيرها، مثل سامر المصري طالع بفيديو وهو الله الله بوين مع الامارات، انه شوفوا الامارات عم تدعم وعم تشتغل وهيك له مصلحه، موضوع اعلان وغيره. مشان هيك وقفتوا بس مع غزه ومع فلسطين. ويعني ما والله ما بعرف شو بدي احكي، بس فعلا يعني هودي نفسهم لو انهم موجودين بمناطق فلسطين المحتله بمناطق سيطره الاحتلال الاسرائيلي ومصالحهم معه، والله لا راح يتضامنوا مع اهل غزه ولا مع اهل فلسطين. لكن ترند وراكبينه حاليا وما مؤثر عليهم، وما راح يسبب لهم ضرر او اذى، او ممكن ما راح يسبب لهم هذا الموقف السياسي شويه اشكاليات. لكن وقت الجد عندك عبد الحكيم قطيفان، عندك كثير ممثلين احرار ومكسين خليل وغيرهم وقفوا مع اهل ثورتهم، وقفوا مع اهلهم وناسهم وحكوا كلمتهم وما خافوا، طلعوا سكنوا برا في اوروبا وامورهم تمام. ممثل ما بيصير عليه شيء، اموره جيده بتكون برا، وصارت لهم فرص افضل الحمد لله، الله عوضهم. المبادئ ما بتتجزأ. لذلك انا رسالتي لاهلنا في فلسطين انه يشوفوا ويعرفوا فعلا مين معاكم عن حق وحقيق ومين منافق. مين منافق. اي نعم.